اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا ريت لو اول مره تشوفي القناه تنزلي تشتركي من الزرار الاحمر تحت الفيديو، تفعلي زر الجرس وتختاري الكل عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجي عليه. ورجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد ونشاط جديد من سلسله تنظيفات البيت قبل الشتاء والمدارس. يا ريت لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتحطي لي اللايك والكومنت الحلو اللي زيك، ويلا نبدا الفيديو. يلا حبيبي قالوا هنبدا النهارده كده في الانتريه. هنشيل الستاير وهنشيل الفرشه بتاعه الانتريه كله، وهنغسل الانتريه وهنغسل السجاد بتاعه. يعني هناخد البيت حته حته كده لحد ما نخلصه ان شاء الله. آه، عشان بعد كده ان شاء الله باذن الله الواحد يرتاح يعني من الحاجات دي والتنظيفات دي. انا على طول المكان ده بيبقى عندي نضيف، ما فيش الولاد ما بيلعبوش فيه ولا اي حاجه، يعني بيبقى نضيف على طول، على قد هما بياخدوا فيه دروسهم بس. فهو الى حد ما نضيف يعني. بس بقالي فترة كتيرة جدا ما جيتش ناحيته برضو، يعني ما شلتش، مش نضفت التنظيفة اللي هي العميقة، يعني اللي احنا لازم بقى ننضفها كل فين وفين دي. بنكنس كده من على الوش، بننضف من على الوش. الحاجات بتاعتنا العادية اليومية اللي هو روتين اليوم يعني. بس الحاجات الروتينات اللي هي الجامدة قوي دي اللي هي من الأعماق بقى، عشان بعد كده بتساعدنا بعد كده في التنظيفات يعني. هشيل برضو الستاير. انا زي ما قلت لكم اللي هو الستاير اللي هي التقيله انا اصلا شايلاها وغسلاها، ما بفرشهاش في الصيف خالص. بحس انها تقيله وتكتم الدنيا وكده، فبشيلها احسن خالص وبفرش اللي هي الخفيفه دي. هشيل وهشيل السجاد بقى. هنا كنت فصلت الكاميرا وشلت السجاد عشان كان صعب قوي عليا ان انا اشيله يعني لوحدي، فناديت حد شاله معايا. وهنجيب بقى من تحت الكراسي وكده عشان لما نيجي نمسح تكون الحته نظيفه. ما ينفعش ان انا اكب ميه وامسح وكده والمكان ما يتكنسش وما يبقاش نضيف، يعني عشان برضو لو في اتربه ولا حاجه تكون الحته نظيفه. هنجيب من ورا الكراسي ومن من تحتهم، وهنشيل كل حاجة مع بعض، وهنجيب بقى وهوسع المكان دوت عشان اعرف احط فيه السجادة كمان عشان اعرف اغسلها، لان انا عندي المساحة بتاعة الحمام ضيقة جدا، مش هتاخد السجاد اللي هو الكبير ده. هي على قد مشات الدواسات الحاجات الخفيفة دي. بعرف ان انا اتحكم فيها واغسلها في الحمام. بس هنا السجادتين الكبار بتوع الانتري بتاعت الصالة كبار جدا، ما اقدرش ان انا اتحكم فيهم. وهجيب الفرشة دي وهنضف بقى الحتت بتاعت الانتري اللي هي بتبقى تحت الشلت والحاجات دي. في فتافيت بقى، بسكوت، اي حاجة من الولاد اللي بياكلوها، فننضف الحتة دي كمان لاني برضو هغسل الانتريه. فعشان تكون كل حاجة، يعني لما تيجي تغسلي حاجة تبقى كل حاجة على نظافة، ما يكونش فيها حاجة يعني بين الانتريه من جوه وكده. هننضفها. كنت دول نسيت اشيل الشلات بتاعتهم. زي ما قلت لكم هو اصلا حتى كمان ما تعبنيش في الغسيل عشان هو نضيف الى حد ما مش متوسخ قوي. قعدتنا مش هنا على طول، هو على قد ما الولاد بياخدوا الدرس وبيقعدوا يذاكروا هنا شوية وخلاص على كده، اما مش قعدتنا كتير يعني هنا، فهو نضيف يعني. بس كمان قلنا نغسله وكل حاجة نعملها، يعني كل حاجة قدامنا مش شايفاها مش كويسة اعمليها عشان بعد كده ترتاحي. بعد كده ان شاء الله لما الانتريه ينغسل والسجاد يتغسل والستاير تتغسل هتفرشي كل حاجة على نظافة،
هيبقى معاكي الروتين اللي هو اليومي، اللي هو بننضف من على الوش كده، بنفتح الشباك نهوي الحتة، بنكنس السجادة يعني على الماشي كده. حتى لو السجادة كمان لقيتي فيها حاجة وسخة ولا حاجة، انا بغسلها ساعات على الناشف اكترية الوقت، ان انا بغسل سجادي كله على الناشف. يعني زي الطبق ده كده، وبحط شوية كلوركس الوان او برستيل جل او اي حاجة موجودة عندك متوفرة عندك يعني، وبالفرشة الصغيرة دي، وبمسك الحتة البقعة اللي فيها في السجادة وبغسلها وبتنشف معايا على طول. اكترية الوقت انا بغسل سجادي كده. بس قلنا عشان تنظيفة عميقة المرة دي، فلازم بقى نكب مية بقى ونغسل الغسلة اللي هي التمام بقى، عشان بعد كده ان شاء الله يريحنا. همسك الانتريه كل حتة فيه همسكها كده. انا قعدت فيه كتير قوي والله، قعدت افصل الكاميرا كتير عشان اعرف اخد راحتي، لانه كان هيطول قوي معاكم في الفيديو يعني لو فضلت وانا بغسل معاكم كده كتير يعني. مسكته كله كله. كان المية دي حبايبي كان فيها كلوركس الوان. انا كنت كل ما اجي اغسل الفرش بتاعي الركنة او الانتريه كده، كنت بحط في المية خل، وده طلع مش كويس، لانه مع الوقت الخل بيخلي لون الحاجة بيبهت. فاي حاجة ما انصحكوش تعملوها بصراحة. انا كنت قبل كده بعمل الحركة دي، بس ما انصحكوش تعملوها. انا بقيت بحط كلوريكس الوان، وبحط منه اللي هو يعني حاجة صغيرة، حاجة بسيطة جدا ما تتوصفش يعني. وبحط في المية، بخلي المية دي مية دافية يعني، مش ساقعة ولا سخنة جامد، بخليها دافية بحيث ان هي تنضف معايا. عندك بقى برسيل جل، وحاجة تكون ريحتها كويسة، وتحطي فيها معطر برضو، بحيث ان الفرش يبقى ريحته كويسة يعني، بينضف معايا وما بقاش بيبهت معايا في الالوان بتاعة الانتريه، وبقى اللون بتاعه كويس. الخل بصراحة ما انصحكوش بيه بصراحة. كان استخدمته يعني قبل كده مرتين تلاتة، بس حسيت انه من كتر ما انا بستخدمه، او انا بستخدمه قصدي، الفرش لونه بيبهت، لونه بيتغير. فابتعدت الفكرة دي خالص وما بقتش بستخدمه خالص. الخل طبعا حلو في حاجات تانية، بس في التجربة دي، في تجربتي ان انا يعني في الفرش والحاجات دي، لا بصراحة مش عجبني ومش حلو خالص. فاستبعدته بقى، وبقيت بستخدم كلوركس الوان. بصراحة كلوركس الوان انا بستخدمه في حاجات كتيرة قوي عندي، وحلو كويس. لا ما بيبهدلش معايا الفرش، وبينضف، وكمان ريحته حلوة جدا، بتفضل ثابتة في الفرش على طول. همسك كل حتة فيه، انا ما سبتش حتة في الانتريه، كل حتة فيه مسكتها غسلتها. حتى المكان اللي تحت الشيلات دوت انا برضو مسكته غسلته. والايدين دي بتبقى اكتر حاجة متوسخة عندي، اللي هي ايدين الانتريه بتبقى اكتر حاجة بتبقى متوسخة يعني. من ايد الولاد عملت بقع عليها حاجة، فدي اللي هي بتفضل فيها البقع اكتر، فدي كان كل تركيزي عليها، كنت على طول بغسل فيها، كل تركيزي عليها يعني. زي ما انتوا شايفين كده مسكته كله. هو تعبني الصراحة، بس الحمد لله يعني بدأ النتيجة مخلياني فرحانة. هنا بقى هجيب هوسع المكان زي ما قلتلكوا، عشان خاطر اعرف احط السجادة، عشان اعرف اغسلها، لان برضو المكان ده ضيق جدا. بس انا هوسع المكان، اشيل الكراسي يعني بعيدها عن بعض، وهوسع مكان للسجادة عشان اعرف اغسلها فيها. انا مش دايما بغسلهم، مش دايما بغسل السجادة على طول يعني. على طول زي ما قلتلكوا بغسله على الناشف. بجيب شوية مية
في طبق ولا حاجة، وشوية برسيل او شوية كلوركس الوان المتوفر عندي، وبغسلها على الناشف. بتبقى مبلولة، بس مش لدرجة ان انا اكب مية والدنيا تتبهدل عندي وكده، بيبقى في مكانها. وبغسلها وهي في مكانها بالفرشة الصغيرة دي، وبتنضف معايا جدا. وبطلعها اهويها شوية، وما بتقعدش كتير كمان لما تتهوى يعني، وبفرشها تاني. انا على طول السجاد اكترية الوقت بعمل سجادي كله كده. بس الحاجات اللي بتبقى متوسخة زي السجاد بتاع المطبخ او كده، لا، ما ده على طول لازم يتغسل، وبتبقى هي يعني دواسات او مشيات صغيرة، ما بتاخدش معايا وقت. هنا بقى كنت كل شوية اجيب مية في الطبق دوت من الحمام واجيبها هنا. بصراحة الموضوع تعبني قوي في قصة ان انا كل شوية احول مية، كل شوية احول مية. لو كان عندي خرطوم كان سهل عليا كتير قوي في نقلان المية بالذات، بس انا ما كانش عندي خرطوم، مش كان متوفر عندي. فكنت كل شوية بقى اجيب الطبق واجيب فيه مية، واجي اكب على على السجادة. تعبني القصة دي قوي. كده رحت اجيب مية، كل شوية اروح اجيب مية وارجع، اروح اجيب مية وارجع. الموضوع ده عايز خرطوم بقى وتعيشي. المقشة دي كان عندي فرشة اللي هي فرشة السجاد، بس صعبة جدا. ما بقدرش اتحكم فيها وانا بغسل السجاد خالص. هي زي المقشة كده، بعصاية يعني وكبيرة، بس ما بقدرش اتحكم فيها وبتضايقني جدا وانا بغسل. فانا المقشة دي سنونها يعني خشنة، فبتنفع معايا في السجاد، بتبقى حلوة. هنا مازن قال لي يا ماما انا عايزة اوريهم الواجب بتاعي. كان حل الواجب وقال لي وريهم الواجب بتاعي. فزي ما قلت لكم المقشة دي خشنة، فبتبقى كويسة قوي معايا وانا بغسل بيها يعني. وكمان بيبقى معايا الفرشة اللي هي الصغيرة، اي مكان انا في حاساه متوسخ جامد يعني، بالفرشة الصغيرة دي، وبمسكها بنضف بالفرشة الصغيرة بيجيب معايا. اما هي السجادة اصلا حتى انتوا لو لاحظتوا المية نازلة نضيفة، ما فيهاش وسخة قد كده. هنا جبت بقى المساحة، وقلت هشيل المية اللي عليها كده، انا شطفتها اصلا. وهدخل بقى ادخلها الحمام، وهشطفها كمان تحت ال في الدش يعني، تحت الدش هنزل عليها مية، عشان بحيث ان هي تكون شالت الصابون والحاجات اللي عليها دي كلها. وهسيبها تصفى، وبعد كده اطلعها على البلكونه. وكده يبقى خلصت من السجادة الحمد لله. تعبتني بقى في قصة ان انا كل شوية اجيب مية واحط مية، كل شوية اجيب مية واحط مية. بس الحمد لله خلصت يعني. كده كنت رحت وحطيتها في الحمام، كنت بشطفها. هجيب بقى المساحة واجي اشيل بقية المية دي. احلى حاجة بقى ان ايه، الدنيا اتمسحت لوحدها كده وبقت زي الفل. هسحب بقى المية دي كلها على الحمام، ادخلها هناك. وهجيب الشرشوبة وهبدأ امسح بقى تحت الكراسي كلها، عشان لما اجي ارجع الكراسي تبقى كل حاجة نظيفة مكانها يعني، عشان ما يبقاش في مية تحت الكراسي ولا اي حاجة برضو. انا الشرشوبة بتاعتي ما فيهاش حاجة ناشفة يعني، ما فيهاش اي مية ولا اي حاجة. جايب همسح بيها، وبرضه هكمل مسيح بالمساحة. هي
بتمسح المية احسن يعني. والشرشوبة في ايدي بس انا بنشف بيها تحت الكراسي وكده، بحيث زي ما قلتلكوا ان كل حاجة ترجع مكانها، ما يبقاش تحتها مية ولا تحتها اي حاجة، تبقى المكان نضيف. انا سايباه برضو المكان نضيف، وانا فاتحة الشباك سايباه برضو عشان خاطر انا غسلت الانتريه، من وقت ما غسلته انا سايبة الشباك مفتوح كده يهوي عليه شوية. وبعد ما اخلص خلص هفتح بقى عليه المروحة، بحيث ان هو ينشف يعني، ميفضلش كده على طول. هشيل بقى من كل حاجة، كل حاجة كده هشيل وامسح تحتها، بحيث ان انا انشف المية كلها الموجودة، وارجع كل حاجة مكانها يعني يكون مكانها كويس ونضيف ومفيش مية ولا اي حاجة برضو، عشان خاطر المية لو اتركنت ولا فضلت في المكان هتعمل ريحة مش كويسة. فاول باول كده كده بعد ما مسحت خالص خلصت. والمكان نشف على فكرة. دي سجادة عندي الصغيرة موجودة عندي يعني، قلت هفرشها برضو عشان خاطر السيراميك ما يفضلش مكشوف كده، عشان خاطر الولاد يعني مفيش حد يتزحلق ولا كده، الولاد لسه صغيرين وبتاع، وهم ما يعرفوش يعني ما يعرفوش ان ده هيزحلق ولا مش هيزحلق، هما بيلعبوا خلاص طول الوقت. فنفرش حاجة كده عشان خاطرهم برضو، عشان خاطر ما يزحلقوش على السيراميك. ونرجع بقى الشلت كلها مكانها تاني. كان الانتريه كان ناشف على فكرة، حتى انتوا لو لاحظتوا ان الانتريه نشف، المية اللي كانت عليه نشفت خالص. هنرجع بقى الشلت مكانهم تاني، وهجيب برضو احط برضو المفرش بتاع وهقفل كده بقى الايه الشباك، وهحط المفرش مكانه تاني، بحيث ان كل حاجة نخلصها نرتبها، ما نسيبش حاجة ورانا مكركبة، عشان المنظر يبقى يكون كويس برضو، مش نيجي ننضف يعني وقلنا ان احنا بننضف ونعمل ونسيب كل حاجة متكركبة. وهنا ما غسلتش المشايتين دول، سبتهم كده عشان خاطر بس برضو المكان ده ما يبقاش فاضي عشان الولاد. هنا كنت برضو شايلة السجادة عشان خاطر المية اللي كانت تطلع من هناك ما تبهدلش السجاد هنا. هنغسل برضو السجاد وهنغسل الركنة مع بعض، بس يعني قلت ان مش كل حاجة تتبهدل مرة واحدة، لان يكون هيبقى الموضوع تقيل قوي عليا لو انا غسلت ده كله مرة واحدة، ولا السجاد ده اتبهدل وكده. زي ما قلتلكوا ده المكان اللي بنقعد فيه، فيعني نخلص حاجة حاجة عشان كل الشغل ما يبقاش كتير علينا، وكمان ما نتعبش. وهنا ما كنست برضو عشان امسح على نظافة، ما ينفعش ان الواحد يمسح يعني من غير ما الحتة هي المكان كان نضيف، بس برضو لازم نديها كنسة كده عشان نعرف نمسح على نظافة. هنمسحها برضو، وهننضف بقى هننضف بقى الركنة، وهنشيل كل حاجة، كل الحاجات الزيادة اللي عليها هنشيلها وهننضفها. هي مفيهاش حاجة، وهشيل بس هفرش بس الحاجات بتاعتها وبعد المخدات بتاعتها، خلاص على كده. والفرشة هعدلها وخلاص، وهفرش بقى السجاد برضو نضيف يعني مش وسخ قوي. ممكن السجاد دوت اغسله على الناشف لانه نضيف، انا غسلاه ما كملش شهر ولا حاجة، واحنا ما بنقعدش كتير يعني هنا برضو، فممكن برضو اغسله على الناشف لو كان محتاج الغسيل على الناشف يعني. وهنا كده بعد ما خلصت اوريكم منظر هنا الانتريه بقى شكله حلو ازاي. بعد كده ما خلصته، ياريت لو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسينيش من الاشتراك الحلو واللايك،
والكومنت الحلو اللي زيك. ومع السلامة في فيديو جديد.